الفينا بعد يومين يبكي لي بدمع العين. الفينا يا جماعه، الفينا اللي جه مكان زيزو. بس كلامي بيبقى صادم يعني بالوضع ده وباللعيبه دي، ومن قبل الدوري انا قلت اللعيبه دي لا مش مفيش حاجه خالص، يعني رابع على الاقل يعني مش اكتر من كده. لا بس ما اقدرش اقول للعيبه كده. لا طبعا لا انا بقول هو بيقول انت بتقيمه ايه، شايفه ايه من بره. لا بس انا لو ماسك الزمالك انا بلعب على البطوله. طبعا انا التارجت بتاعي ايه المقومات. انا بتكلم على الجمهور اهو. انت دلوقتي بتقول الكلام ده لمين؟ انا مش ليا، ما قلت لك اي حد عايز يلعب على الاول، لكن انت بتقول للجمهور انت تارجتك ايه دلوقتي؟ لان في ناس دلوقتي يقول لك لا الزمالك يلعب على البطوله، تمام ازاي شابوه، لكن انت عندك مشكله ان انت ما بتشاركش في دوري ابطال افريقيا. طب هلعب على ايه؟ هلعب على بيراميدز ولا هلعب على الاهلي ولا هلعب على المصري ولا هلعب على مين؟ بص يا كابتن وهيب، انا لو انا ما لعبتش التارجت بتاعي اللي انا اخد دوري، انا صح العب على التارجت اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي انا ما بروحش بطوله افريقيا. انا لو ما خدتش البطوله يبقى الهدف بتاعي اللي انا العب دوري ابطال. بالسكواد اللي حضرتك بتتكلم فيه مش سيئين، بس كابتن عبد بيقول اللي هم مش سوبر ستار. السكواد اللي انت بتقول عليه بقى اخ اسمه لفلافينا قد كده، والاخ اللي اسمه انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي انا صفقات. الكوره بيبان من اول، هو لعيب كوره كويس بقى. لا وبعدين في مشكله، ده هو من صغره زملكاوي. اما يقلع الفانيلا النهارده ويروح كده ويعمل كده، شوف الحماس بتاعه وشوف الفرحه بتاعته. لا الراجل عنده واخد بالك، ودي من صغره ودي هتفرق كتير قوي معاه الفتره اللي جايه بالنسبه للجماهير. تلاقي فين بعد كده لو قلت لو قال زملكاوي من صغره؟ كمل يا كابتن. لا كمل بس. واخد بالك، انا شايف ان ده صفقه قويه جدا لنادي الزمالك السنه دي. بذره ده ثم الدباغ، بس الراجل يصبر عليه. ماشي والدباغ زي ما الكابتن مجدي قال كده يلعب في اي حته ما يخرجش من الملعب. وعندك شكوبانزا ده برضه لعيب، بس هو شكله ان هو ايه من الماتش اللي فات اللي اتخطفه. ايوه ان هو ايه واخد على خاطره. فده اللي زي ده لازم يتعامل يعني ايه بحساسيه شويه. هتاخد منه اللي انت عايزه ولا لا طالما بحساسيه شويه احنا محتاجين نحط مرهم. يا عالم يا زييطه. انا زملكاوي لان انا قعدت احسن يعني من احسن موسمين ليا نادي الزمالك اللي انا لعبتهم يعني. بس ما اقدرش اقول ان انا زملكاوي. انا طول حياتي في النادي الاهلي وانا في الناشئين. اساسك جوه نفسك استفتي قلبك كده بالذات كمان بعد ما بعد ما كنت شغال في مع الكابتن حسام وكده، وانا شغال في الدوري كنت لا بطيء نادي الاهلي ولا بطيء نادي الزمالك. كنت عايزهم يتغلبوا لان انا عايز ان انا انافس واروح في مكان كويس. بس دلوقتي بعد ما بقيت هديت كده وبتفرج على الماتشات ربنا كرمك كده فبقيت اهلاوي. طيب ايه رايك في الكلام ده؟ انت عمال تضحك. هو خلي بالك عايز اقول لك على حاجه، احنا قاعدين مع بعض السنتين وفي المنتخب كمان. كلمت انا على موضوع اينو ونفس موضوع حسن اعتقد ان هو اتربى في النادي الاهلي فطبيعي الاساسيه انت يا كابتن عمرو. بس هو كان معانا لا بس اقول لك حاجه، لما لعب معانا لعب باخلاص، هي ده اللي كان الاساس. يعني هو الراجل لما جه في نادي الزمالك لا كان بيلعب بقلبه وكان بيحارب. ست ام كلثوم قالت لك لسه فاكر قلبي يديلك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان يا حسن يا مصطفى؟ لما تسألني هقول لك كان زمان. حلاوتك ده من يوم ما قلت التصريح ده والدنيا يعني عادي انا أيد وفي ناس هتبقى معارضة هينسي. فبيثبت النهارده بيجيب جون وبيعمل الجون الثاني. انتوا ما كلمتوش فيها. الجون الثاني شوف هو قطم لجوه ازاي وحطها للراجل في الزحمه ازاي. بس الجون الثاني يعني خطأ ابو جبل ماليش دعوه. فهي خدمت. لا انا بكلمك على ادائه هو واخد بالك. طب دي مثلا سيبك من ابو جبل، لو راحت في المقص مين اللي عمل الاسيست؟ هو فهو يحسب له. واخد بالك جاب جون وعمل جون. فلازم ياخد نجم المباراه. لو هو ما كانش خدها خد رجل المباراه. ما انا بقول لو ما هو اللي ما كانش ياخدها كان ياخدها محمد صبحي. طبعا طلع كورتين مع ان الجون اللي هو دخل فيه اصعب اسهل من اللي هو صدهم، سواء الانفراد بتاع حسام حسن بتاعت ادم رجم والكره بتاعت حسام حسن بالظبط كده. جونين محققين، لو واحده دخلت فيهم محدش هيقول له دخلت ليه.
واحده على الصدر وفي المقص بيفكرنا بكرات اللي احنا اتحرمنا منها من زمان. الزمالك يكسب ماتش يقول لك شاهد تأثير فوز نادي الزمالك على تفتيح الأماكن الحساسة، أماكن البكيني، بيشيل الآلات السوداء من تحت. أنا زهقت منهم، أنا زهقت منهم. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتأكد إن مدينا لايك متين الفيديو، مشترك في قناة مجرس اللي كله يشرح على في كل مكان. لايكات لايكات، ولا بينا نشوف عايز أسمعك إيه. بتقيموا ايه؟ شايفوا ايه من بره؟ انا لا بس انا لو ماسك نادي الزمالك انا يعني ايوه بس معلش في فرق كبير. طيب في عشان فرق كده سنين ضوئيه بالظبط ما بين وضع النادي الاهلي واستقراره ولعبه في بطولات كبيره وبين وضع نادي الزمالك والسعر كمان. اطبخ يا جاريه لا الكلمه دي ارفضها. ليه؟ لان الزمالك هو اكتر فريق صرف السنه دي. حقيقة هي النقطه سدد لا ايه اسرعت في البحر يا سيد، يعني سدد الديون اللي عليه بتاعت الناس. لا وصرف على السكواد ده حوالي 7 مليون، جاب لعيبه 7 مليون يا كابتن، اكتر من الاهلي وبيراميدز. يعني مشكله الزمالك ان هو في اوقات ما بيعيش الواقع بتاعه، لازم تعيش الحاله الطبيعيه بتاعتها. الحاله الطبيعيه بتجيب لعيبه عندهم خبرات، وفرقه تانية بتجيب لعيبه لسه هيطبقوا على الدوري المصري. مين بقى يستنى كده لسه هياخدوا وقت وانت لازم تبقى عارف انت عايز ايه. مهيب كان بيتكلم في نقطه مهمه، لازم تقول اهدافك ايه، اهدافك ايه للجمهور. بمعنى ايه؟ يعني نادي الزمالك بعد المباراه الاولى انا حسيت ان نادي الزمالك خد البطوله، واحنا لسه بنتكلم في اول مباراه. يا عم ولا هياخد حاجه، دول مصدى الصوت، كلام كتير فعل قليل. فانت الفتره اللي جايه عشان البطء اللي كنتوا بتتكلموا فيه والمساحات اللي كنتوا بتتكلموا فيها في نص الملعب، الثلاث ماتشات اللي فاتوا دولت وضحت الرؤيه ان لازم عبد الله ما يبداش. ناس بتقول لي ناس بتقول لي الاسيست بتاع الهدف الاول. ايوه ماشي ما يبداش. لا ايوه ما يبداش. انت دلوقتي هتلاعب فرق كلها الفتره اللي جايه كلها هتخش بقى على المصري وعلى بيراميدز، فانت لازم يبقى في عنصر شباب يا اسلام. انت دلوقتي بتتكلم انت والكابتن مجدي على ايه؟ على البطء وعلى المساحات والكلام ده. هنجامل؟ العب يا عم بعبد الله. لا مش بنجامل، انا بقول لك. لا ما انا بقول لك اهو عايزنا نجامل. العب يا عم بعبد الله والكلام ده. انا عايزك تقول الحقيقه. طب ما هو انت دلوقتي عبد الله يبدا ينزل معلم اخر ربع ساعه نص ساعه، يمسك لك كوره وانت كسبان وانت خسران وانت متعادل. الربع ساعه نص ساعه دي هيبقى انتاجه افضل من ال 90 دقيقه. هينزل فايق. لا بص هينزل هيبقى كل تركيزه يا يجيب جون يا يعمل جون. ليه؟ لان هيلعب وقت محدد. والله عبد الله السعيد ده راجل ذكي، بدأ حياته في نادي الاسماعيلي، حب ياخد بطولات راح الاهلي، حب ياخد فلوس راح بيراميدز، اما جاي يعتزل قال لك اروح نادي الزمالك. بن شرقي وزيزو، انا كنت بتفرج على زيزو، كنت يعني بشجع في زيزو في طول المباراه لان حاسس ان زيزو بيلعب وعليه ضغط كبير جدا، يعني عايز يعمل اي حاجه عشان يقول يعني انا صفقه ناجحه وسائل الفلوس اللي انا اخدتها او الدوشه اللي معموله حواليا دي لا انا اسال اكتر من كده. كان يعني بيجز جامد، انا ما شفتش الجز ده وهو بيلعب في نادي الزمالك. مين ده؟ زيزو. يا اخي حرام عليك. لا يا اخي لحظه شايل الفرقه على كتافه لحظه بعد ما مساسي مشي وبن شرقي مشي بقى يمشي. هو بعمل ايه؟ حول انت بتتكلم في ايه جديد؟ انت بتتكلم في ايه بس؟ انت عارف انا بقول ايه؟ يعني هو الراجل يعني دايس على نفسه قوي عشان يقول انا طبيعي. ده شيء طبيعي. ايوه مين الضغط اللي بره يا كابتن معتمد؟ يعني ما ايه؟ ايوه عايز يثبت نفسه اللي هو طب ما ده اللي انا بقوله. ايوه بس هو جاهز قوي يعني هو اول مره اشوفه هو كده يعني في نادي الزمالك بيلعب يعني عشان ابشير كان البيلن بيديهوله، الفاول بيديهوله، لا يا كابتن ما كانش في ضغوط عليه، هو كان حاسس ان هو النجم الاوحد. طب انت في الاهلي وبن شرقي لا ده لسه بيعيط، لسه بيغيظه كابوسه هو سيد زيزو. اللي انتوا مسكتوا في شوبير والنتيجه 4 يعني الجون اللي دخل فيه ما اثرش على استمراريات المباراه. واخد بالك؟ هنا بقى عايز اقول ايه يعني الواحد يغلط. خلي بالك. لا ما ده طبيعي، ما حد هو مين ايوه هو طبيعي، بس يعني هو بنتكلم على برضه في خطا. ايوه بصرف النظر عن في مش مؤثر، مش تصفيه حسابات يا اسلام. لا مش انت بقى ولا لا في ناس في ناس بتصفي حسابات. ما حدش يقبل من تصفيه الحسابات، بس في نفس الوقت
هو انت بتحلل ما احنا بنحلل بنقول غلط ماشي واخد بالك، ويسيب الكوره كانت تطلع كورنر، دي ما كانش فيها مشكله. لكن ده يعني ما يقللش منه كحارس مميز وحارس. الناس برضو مسكت الماتش الاولاني يا كابتن ان ازاي ما تشيلها، ما هو الراجل بيلعبه عشان بيقول له امسك كوره ولاعب الناس. اسال كده رضا، الحاجات دي كلها هتبقى في البدايات طبيعي متوقعه ومقبوله. ما انت بص، عند مقبوله كل للمدير الحراس الفني اللي بداوا. يعني الشناوي اول ما بدا عمل اخطاء اكتر من كده بكتير. شوبير بصراحه اول ماتشين في الدوري خلانا نقول ولا يوم من ايامك كمنشاوي يا شناوي. من زمان جدا، يعني من حوالي سنه او حاجه، جمعتني جلسه بالكابتن محمود الخطيب وكلمته في موضوع حسام عاشور، وقلت له يعني حسام عاشور يا كابتن ويفتح صفحه جديده مع الاهلي، ورد عليا الكابتن، وكان يعني بعض الناس حاضره بمنتهى الادب الشديد كالمعتاد. يعني كابتن محمود الخطيب من الحقيقه من الناس اللي يعني بتدرس الادب زي ما بيقولوا كده. انا ما عنديش مشكله خالص، هو ابن النادي ومفيش حاجه، حتى لو كان في زعل هو مثلا من جوه، رد عليا بمنتهى يعني الهدوء ومفيش مشكله، ومشيت الامور، والامور ما كانش فيها حلول، او حسام كان بيسعى من طريق تاني او من قصه تانيه. الحاجه الحقيقه اللي اسعدتني جدا ان حصلت جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب وحسام عاشور، وان الموضوع خلاص انتهى، وان شاء الله باذن الله ممكن حسام عاشور يكون موجود في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وانا شفت المشهد ده مع، مش عايز بقى ايه يعني زي ما بيقولوا، مش عايز اقلب مواجع، بس واحد عزيز عليا جدا وهو عامل الحقيقه نجاحات كبيره، هقول اسمه خلاص مش قصه، كابتن شادي محمد. قال لي يغور عندنا حسام عاشور بس. ايوه هو ماسك كوره بس مفيش خطوط. هات لي بقى كوره طب ليه كده ده مش ماسك كوره من في فرص، ان في فرص عليك طبعا، ان حد بيشوط عليك كوره بتاع كروسات، لكن مفيش ولا كروس. فين الكروسات اتعملت؟ فين الشوط على الجون؟ هي واحده الشوط الثاني بتاعت غنام ماسكين كوره بس ممكن تخش جول زي ما دخل فيك الجون. ما هو دخلتها في ثلاثه ممكن تخش في الكوره كده عادي سهله. هو ابو جبل في نفسه برضه، ابو جبل يوسف في نفسه شايط، هو وقفها غلط، بس الثاني شايط، الثاني عامل اكشن، في واحد قطع وفي واحد دخل وفي واحد رقص على فكره في اكشن. لكن انت الكوره اللي دخلت فيك ايه؟ كروس، بدل ما تطلعها راحت داخله في الجون. انا مش بقلل من الموضوع فرقه كويسه وعملت ماسكه الكوره. بس انت قلت الكرات الثابته او الكرات العرضيه. ايوه دي ميزه عندها. طب عشان كده بقول لك انا لسه الكوره الاخيره بقول لك الكوره دي جون، لانها ممكن تخش فيك برضه. يعني انت ان الزمالك برضه الاهداف المحققه بالنسبه لمدرب من وجهه نظرك، هدف كره حسام حسن مش هدف محقق؟ اللي هي الشوط الثاني دي ايوه طبعا ده جون. الكره بتاعت اللي هي ايوه صح حلوه يعني وكسر وخلاص مفيش حاجه. ما هو انا مش بقول ان هم وحشين، بس انا قصدي لا مش قصدي مقطعين الكوره، يعني مش هم احسن منك الكوره، هم ماسكين الكوره بس انت اخطر شويه. ايوه قال لك ان الاخ لفلافينا ده جاي له عرض من نادي بحة السعودي، راح نادي بحة السعودي اهو لو واد كويس واثبت نفسه وبتاع، يعني ربنا يكرمه بالاحتراف الخليجي. لا تبقى في ولا فيديو الاعتنان برنس العالي زيت اكله مدينه لايك بقى الفيديو مشرف قناه مجرس فعل الكل شرحنا في كل مكان، واستنونا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.